أخيرا مع انتهاء أنميات موسم الشتاء نبدأ أنميات جديدة وحقبة جديدة اللي هي أنميات الربيع. وضع الطفرة الفنية دي الله أعلم بقى قد إيه. الفيديو ده هنشوف إيه أكتر الأنميات المنتظرة في السيزون الربيع، فقبل ما نبدأ متنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ويلا بينا على الحلقة. خلينا متفقين بس كده قبل ما نبدأ ان معظم انميات السيزون ده استيكاي ورومانسي، وبتوع هانتر بره بعد اذنك عشان مفيش مكان. المهم اول انمي اللي هو انمي فصل النخبة او انمي كلاس روم اوف ذا اليت، محدش كده كده هيعرفه بالانجليزي، كلكم عارفينه بفصل النخبة. بس كده يلا. دلوقتي التريلر بتاعه نزل تقريبا، مش عارف بقاله قد ايه. ما علينا، هيبقى مكتوب مدته على الشاشة. كده كده راجع بأحداث قوية ان هم خلاص بعد ما دخلوا الفصل التاني، وفي طلاب جداد جم، هيبقى في اختبارات جامدة وماضي ومش ماضي. المهم يعني الصراحة الجزء ده أنا مستنيه بقالي فترة طويلة جدا والله. وغير كده أنا مستني العمة ياناكوجي من آخر موسم. أوف، جمدان ولا فخامته ولا كل حاجة. لو انت بقى مستني الانمي عشان حاجة تانية فاخرج، لان مفيش ولا واحدة فيهم حلوة اصلا. بعيدا عن الهزار، انا مستني السيزون ده جامد جدا، ومش انا لوحدي، يعني اعتقد معظم الناس مستنياه. ولو انت ما تابعتش كلاس روم اوف ذا اليت او فصل النخبة، يا لهوي فايتك عظمة. المهم تاني انمي معانا واللي هو ري زيرو. ري زيرو بعد احداث الموسم الاخير، اللي كانت جامدة جدا الصراحة. بس في الآخر مش عارف الحارس ده، الفارس ده مش عارف اسمه ايه، فقد الذاكرة. رجع بموسم جديد، يعني بيقولوا هيكسر الدنيا يعني. بس أنا مش متحمس له أوي الصراحة زي فصل النخبة. بصوا، هو بتوع المانجا والمانهوا هما اللي بيقولوا ان هو جامد موت والبطل بتاعه اسطوري، ويفخموا فيه بقى وايديت ومش عارف ايه. يعني وانا حتى الان شايفه حلو، بس هو يعني ايه، كل دقيقتين يروح يعيط، يشكي الواحدة فيهم، تقول له لا تديله قلمين، يروح يرجع ويخطط ويكسب. ازاي؟ فهو حتى الان يعني مش عاجبني قوي، نص نص. بس ما اعرفش بقى الناس مستنياه ولا لا، بس اعتقد الناس مستنياه جامد برضه. عموما التريلر بتاعه نزل وبيقولوا هيروحوا مكان جديد وهيواجهوا حاجات جديدة وحاجات غريبة يعني، اللي هو حد من منظمة الشياطين التانيين، بس ناس جداد فاهمني، او معرفش هم ولا لا، تقريبا ناس جداد. ما علينا. الانمي اللي بعده معانا واللي هو انمي حكاية ارثر. طبعا ده اي حد بيتابع منهوا ما سابش المانهوا بتاعته في حالها، يعني اعتقد ما فيش حد ما قراش المانهوا بتاعته او المانجا بتاعته. بص انا ما اعرفش الفرق بينهم حتى الان، تمام؟ فانا بقول الاتنين مع بعض. بصوا انا هقول لكم مانجا وخلاص. اعتقد يعني مفيش حد ما قراش المانجا بتاعته، يعني دي كانت جامده موت. انا ذات نفسي مع اني ما بقراش مانجا بس قراتها، عجبتني بقى. فنزل منها انمي ونزل منها الموسم الاول، وادي الموسم التاني هينزل في شهر 4 اللي هو بعد كام يوم يعني. الصراحة انا يعني لسه ما اتفرجتش على الانمي، بس انا لسه هبدأ اتفرج عليه فاهمني، لان انا اساسا الانمي نزل في وقت ما انا كنت لسه اساسا بتابع المانجا. ف متشوق جدا الصراحة، لان انا هبدأ اتابع اول جزء فاتابع تاني جزء. والانمي اللي بعده اللي هو انمي دكتور ستون. دكتور ستون الصراحة انا كنت بتفرج عليه برضه، بس جيت كده عند الموسم التاني وانا مش فاكر التالت. بصوا اتقرفت منه اساسا، وانا كنت طالع من ليله سودة في احياء وكيمياء وحاجات غريبه كده. فانا اتقفلت منه، رحت قفلته خالص. بس عموما هو الصراحه كان عاجبني عشان ما كنتش بكدب يعني. طبعا الموسم الجاي اللي هو في شهر 4 ده هيكون اخر موسم خلاص في دكتور ستون، وخلاص دكتور ستون هيكون انتهى. والجزء ده اصلا نازل تكمله لاحداث الموسم اللي فات. اكيد يعني هيكون نازل تكمله لاحداث الموسم اللي فات، بس هو يعني تقريبا ده البارت 2 من شابتر 3 ولا شابتر 3 بس. تقريبا هو شابتر 3، ايوه بارت 3 ولا ايه. في كده الاحوال هيبقى اخر شابتر خلاص في دكتور ستون، قصدي اخر جزء في دكتور ستون، وخلاص باي باي، هيكون كده انتهى. صراحة ان انمي دكتور ستون كان حلو. ولا سمعت برضو في الموسم اللي قبل ده ان هم اتجمدوا ومش عارف، واحدة قعدت اللي هي البنت الصغيرة دي، مش عارف قعدت كام سنة لغاية لما تحييهم من غير حرق، من غير حرق، لان انا ذات نفسي والله لسه ما اتفرجتش عليه. بس في كلتا الأحوال أدينا مستنيين وهنشوف. الله يحرقهم، جايين ينزلوا الحاجات دي في فترة مش حلوة خالص. وبس كان في أنميات تانية، بس أنا الصراحة ما حبيتش أذكرها يعني في الفيديو، خصوصا إن أنا ما بحبش أنميات رومانسية عموما. خصوصا الأنمي اسمه أوتونوري نو تنشي. ما علينا. أنمي كده غريب، جيت أترجمه في الآخر طلع مكتوب جارتي الملاك تدللني كثيرا. أنا سمعت الاسم ده من هنا كنت عايز أرمي التليفون من هنا. وكده بس نهاية المقطع. ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.